السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم تاني فيديو جديد مع قناة ام يوسف بنت البلد، وكل شيء سهل وسريع، ويا رب تكون القناة بتعجبكم. ودلوقتي جبت لكم أكلة بحرية جميلة جدا وفاتحة للشهية. طبعا هي الكابوريا زي ما انتم شايفين. ودلوقتي احنا عايزين نعرف ان الكابوريا دي نوعها حلو، ولازم نجيبها يعني مليانة، وزي ما بيقولوا كده ان هي تكون نتي عشان تبقى مليانة وفيها لحم، عشان نعرف ان هي نتي ولا لا، زي ما انتم شايفين كده، او فيها لحمة او لا. زي ما انا شايف بوريكم كده، زي ما السهم بيبين الحته الصفراء اللي هي الواسعه قوي كده، دي معناتها ان هي سمينه، وان هي ايه مليانه. والحته البيضه اللي باينه دي يعني هي مبطرخه، وان هي لما تيجي تمسكي الكابوريا تلاقيها برضو تقيله. اما النتي بقى فزي ما انتم شايفين كده، السهم اللي انتم شايفينه دوت، اللي هي مبططه وعريضه كده، دي تبقى معناتها ان هي كابوريا نتي، اللي هم بيقولوا عليها عايزين كابوريا نتي وتكون سمينه كده بالشكل اللي انتم شايفينه دلوقتي. وهتشوفوها معانا في اخر الفيديو هي بتبقى شكلها عامل ازاي. وطبعا دي نوع من الاكلات الاسكندرانيه، يعني اللي هي المأكولات البحريه. وزي ما انتم شايفين هنا الاختلاف ما بين اللي هي النتي اللي هي التانية وما بين ده اللي هي ايه النوع التاني. بس برضو لو انت جايباها تقيله وكبيره، هي بصي نفس الفرق بقى، ان دي مبططه ازاي لكن دي مدببه شويه وطويله. ده الفرق، ان هي النتي اللي هي فوق هي اللي نتي زي ما انتم شايفين. لكن لو انت جايباها برضو سمينه بتبقى حلوه برضو، بس الحته اللي هي ايه البيضه اللي انتوا شايفينها الصغننه دي وواسعه كده، يبقى هي سمينه ومليانه. ودي اللي انا بفضل ان احنا نجيبها، علشان دي لما بتيجي تعمليها بتلاقي فعلا فيها ايه مليانه لحم يعني. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الكابوريا لها فوائد كتيره جدا، وفي مليانه بالبروتينات والكالسيوم والزنك والصوديوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم وحاجات كتير، احماض اوميجا 3. طبعا دي من الحاجات المفيده جدا، وطبعا دي من بتحسن في صحه الجهاز العصبي، وبرضو بتخلي عندك قوه ذاكره، وتحسين صحه القلب والشرايين. طبعا كل الناس بتعملها زي ما انتم عارفين، ممكن بميه وبصله، لكن النوبادي انا جايبها لكم بطريقه جديده، ان احنا بنقليها في الزيت. وزي ما انتم شايفين كده، بصوا منظرها ازاي سمينه ازاي، ومطلعه البطروخ بتاعها من كتر ما هي جميله. بصوا البطروخ اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بنقليها، بس بتحطي الزيت على النار وبتحطيها وهي بتقلبيها على الجنبين، هتديكي اللون اللي انتوا شايفينه ده والمنظر التحفه اللي احنا شايفينه ده. بس كميه البطروخ اللي فيها واللحمه، لان انت منقياها نت، وفي نفس الوقت منقياها برضو ايه تقيله، تمام، وتقيله وفيها ليها فوائد كتيرة زي تحسين صحة القلب. وطبعا لازم نهتم بيها، وممكن تعمليها كذا وصفة، ممكن نشويها، ممكن نعملها بالبصلة بحبة مية فلفل اسمر وملح ونحطها وبقدونس، هتطلع حلوة. بس انا هنا الوصفة اللي انا جايبها لكم طريقة جديدة ومختلفة، زي اللي هي ان احنا نقليها. هتطلع معاكم بالشكل ده. انت بتقلبيها يعني على الوش، وبعد كده نقلبها على الظهر. وزي ما انتم شايفين كده، بصوا منظرها تحفة ومغري جدا للاكل.